Audio Jungle. Audio Jungle. لاعب يسير لك حل لعبه بهذه الطريقه، تمريره البحث من اجل استغلال هذه المحاوله من جانب طاطو. هذا طاطو كيبحث على العرضيه والمراوغه، لا زالت تكتسي طبعا الخطوره من جانب طاطو. خطيره خطيره خطيره، جول. نتابعوا الاعاده بهذه الطريقه، التمريره كانت جميله من جانب طاطو، يستغلها بنجاح اكيد المهاجم ياسين لكحل الذي يتمكن من افتتاح حصه التسجيل لفائده فريق المغرب التطواني. نتابعوا الاعاده، نتابعوا عبد الرحيم الشاكر، محاوله الجيش الملكي خطيره، جول من اختصاص هذا اللاعب عبد الرحيم الشاكر عميد فريق الجيش الملكي، يلعبها بهذه الطريقه الجميله على طريقه اللاعبين الكبار، على طريق ولمر كره في اتجاه عبد العظيم خضروف، لكن افضل ليه اكيد المدافع ديال فريق الجيش الملكي. هذه خطيره 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 خطيره، جول اكيد الجهه اليسرى بهذه الطريقه. وتابعوا من مرر هو عبد الرحيم الشاكر اللي كيبقى افضل ممرر في فريق الجيش الملكي بسته ديال التمريرات، وباحتساب هذه التمريره الحاسمه، وباحتساب هذه التمريره اكيد هي التمريره انتهت في سته ديال المباريات، وهذه هي المقابله السابعه التي تنتهي بهدفين مقابل واحد، لكن تنتظر المحاوله خطيره خطيره خطيره، جول ملحوظ. تابعنا الهدف بهذه الطريقه، تمريره والمنليوس في ارتباك واضح في التغطيه الدفاعيه، وهديه من ذهب للاعب المهدي النغمي الذي يتمكن ايها الساده والسيدات من تسجيل الهدف الثامن له في بطوله هذا الموسم، يقدموا الاضافه لفريق المغرب التطواني. تابعوا هذه محاوله خطيره 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 خطيره، السفياني والسادة والسيدات اللي دخل قبل لحظات، بوشعيب السفياني الذي يتمكن من تسجيل الهدف الرابع في حدود دقيقة 36 لفائدة فريق الجيش الملكي. بهذه الطريقة كانت محاولة من جانب المهدي النغمي، لو سجل هذا الهدف كان سيكون هو هداف الدوري الوطني الاحترافي برصيد 9 ديال الاهداف، لكن هناك تدخل جا موفق من جانب المدافع محمد أبرهون. هناك ارتباك في الدور الدفاعي فيما يخص مجموعة من المحاولات اللي كانت من جانب فريق الجيش الملكي. كرة ملعوبة اللي فادت فريق المغرب التطواني، تلعب هذه خطيرة 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 خطيرة، التأكد من مسجل الهدف. نتابعوا زيد كروش بهذه الطريقة، وتلعب من جانب زيد كروش تمريرة على الطبق من ذهب وياسين لكحل. إذن ياسين لكحل هو مسجل الهدف الثاني من جانب فريق المغرب التطواني. إذن ياسين لكحل كيتمكن من تسجيل هدف الشق. الحكم الأخير نتابعوا، تلعب الكرة من جانب عناصر الجيش الملكي من عريف، مشات. تابعوا هذه البحث على تسديدات، جول امام استغراب كل الحاضرين. بن عدي ايوب بن عدي بهذه الطريقه، تسديده مباغته تمكن فريق المغرب التطواني من تسجيل الهدف الخامس. اقول نتيجه قاسيه 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 على